بنعمة ربنا يسوع المسيح بحلقة جديدة من برنامجكم دعوة للتفكير. وحلقتنا اليوم بعنوان إلى السماء أرفع صراخي. بهاي الأيام نعيش أصعب أيام حياتنا، لأن الأرض انملت من الظلم وكلها بسبب فساد الإنسان، ونشوف الناس تصرخ من الألم بسبب الظلم اللي عليها. ولأنه كل أمور الحياة صارت عكس المفروض أنها تكون، يعني بدل العدالة نشوف الشر والظلم، وبدل المسامحة والغفران نشوف الانتقام، وبدل المحبة نشوف الكراهية. حتى بين أفراد العائلة الواحدة صار الظلم بيناتها، والظلم صعب على الإنسان الحر إنه يتقبله، صار ثقل وهم وحزن. ولأنه القضاء على الشر مدى يصير بسرعة، هذا خلى الإنسان يصرخ إلى الله حتى يرفع عنا هذا الظلم. والناس صارت قلوبها مليانة شر وكل عمل ردي. يمكن تتساءل شلون أنا أقدر أتصرف صح وسط هذا العالم وأنا دا أتألم بسبب الظلم. صعب هواية تتحمل الظلم، وخصوصا لما أنت بريء من كل اللي دا يصير حواليك، والأصعب لما ما تقدر ترفع عنك هذا الظلم. وكو هناك سؤال عن كيف الواحد يتصرف لما يوقع عليه الظلم، يعني ممكن يقول إيش راح أسوي؟ حتى نقدر ناخذ الجواب الشافي لهذا السؤال، مطلوب منا إنه نرجع إلى كلمة الله المقدسة اللي نشوف بيها الجواب الشافي لكل سؤال بداخلنا. لما نقرأ في كلمة الله، وخاصة في سفر المزامير، نقرأ بهدوء وعمق، راح نشوف كل اللي عبروا عن تنهداتهم العميقة هم صرخوا إلى الله بقوة، طالبين التدخل الإلهي حتى ينقلهم من حالة اليأس والضياع والتيهان في البرية، من هذا العالم المليء بالظلم والحقد والكراهية، إلى حالة الانتصار بالروح، وإلى علاقة متينة مع الرب الإله والاتكال عليه حتى يقدرون يتخطون هاي الصعاب. ومنهم من صرخ إلى الله وقال: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تأنين في؟ ارتجي الله، لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. فالوعد الكتابي الثابت دائما حاضر حتى يشجع ويغير نحو الأفضل، ويحطم كل القيود، ويدمر كل مخططات إبليس ولاعيبة السوداء من أنه يدمر مسيرة أولاد الله. والكتاب المقدس دا يعلمنا ناخذ يسوع المسيح مثالنا الحقيقي لحياتنا، واللي هو هماتين تألم من الظلم. اسمع شو يقول الكتاب عن هذا الأمر: بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا أفضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل. ويسوع المسيح اللي العالم حاربه من أجل بره، واللي حاكوا عليه المؤامرات وقالوا عنه كل شيء ردي، ما كان يشتم ولا يتصرف ضدهم أي تصرف ردي. وحتى الناس اللي صلبوه قال عنهم: يا أبتاه
اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ويسوع المسيح كان يقبل الظلم وألمه، وما كان يفكر إنه شلون يخلص من الظلم. كان كل عمله شلون يطيع الله الآب وينشر رسالته ويمجده، وهذا الشيء اللي خلاه يتحمل أعظم ظلم بكل رضا وهدوء، لأنه كان يشوف بهذا الظلم إيد الله القوية تتدخل. أخويا وأختي، لما وقف المسيح أمام تلاميذه وشاف أنه كثيرين من الأشخاص اللي كانوا يتبعوه تركوه وابتعدوا عنه، قال المسيح لتلاميذه: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ وبهاي اللحظة المهمة والحساسة نشوف بطرس افتهم على أن الرب يسوع هو الملجأ الوحيد اللي يقدر أن يحتمي به، وأنه لما يكون ضايع وما يعرف وين يروح وماكو واحد يسمع صراخه غير الرب يسوع، لهالسبب جاوب بسرعة وقال: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. إذا كنت تريد قوة تخليك تتحمل الألم من الظلم بنفس القوة اللي يتحمل بها يسوع المسيح، ابدي سوي مثل ما كان المسيح يسوي، واخضع نفسك لإرادة الله الصالحة الكاملة، وخلي كل إساءة توجه إليك وكل ظلم يوقع عليك من قبل ما تفكر بالشخص اللي وجه عليك هذا الظلم. هدي نفسك وقول ويا نفسك: الله شايف، الله يعرف، وهو سمح بهذا التعب حتى يشوف هل راح أخضع وأسلم إرادتي إله لو لا. وبخضوعك لمشيئة الله الصالحة الكاملة تنال الحكمة وتعرف شلون تتصرف هذا الموقف. وش وقت ما حولت عيونك من الإنسان إلى الله راح يصير الألم بالظلم أخف وأخف مما كنت أنت تتصوره. ومثال على هذا نشوف الملك داود في المزامير يعبر من كل قلبه عن ضعفه وسقوطه وفتوره الكبير، متمني أنه يرتمي ويستسلم بين أحضان الله القدوس، لأنه كان يعرف أن الله وحده يقدر أنه يفهمه، ووحده هو كاشف كل اللي يجول في قلبه وفكره، ووحده هو يقدر أنه يمد إلى يد العون والمساعدة الجدية والحقيقية في وقت الألم والضيق. اسمع وهو يقول: يا رب، قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. أخوي وأختي، كل مرة تحس بالظلم وألم حاول أنك تعرف مشيئة الله بي، واسأل وقول لنفسك: الرب شي يريد يعلمني؟ وكلنا نعرف أنه الذهب يصفوه وينقوه من كل الشوائب بالنار، وكلما زاد النار نقوا أكثر، وأنت الذهب الغالي على الرب. وتعلم أنه إيمانك لازم يتنقى ويتصفى، وهاي المصاعب اللي دا تمر بيها الله يعرفها وشايفها، بس المفروض تتعلم أنه تخلي إرادتك ويا إرادة الله، لا تبتعد عنه، ولا تخلي إبليس يتمكن منك وتصير أنت الظالم اللي يأذي الآخرين. وبدل هذا استودع نفسك لله بعمل الخير، وقابل كل إساءة بإيمان صادق بأن الله يهتم بيك، وأن كل أمورك بين إيديه مثل ما كان يسوع المسيح يسوي
واجتهد إنك تغلب الشر بالخير، مثل ما كان المسيح يغلب الشر بقوة المحبة وتحمل الألم من الآخرين، وخضوع التام لإرادة الله وعمل بحسب وصاياه. والمسيح ترك لنا مثاله حتى نسير بالعالم وإحنا خاضعين للرب خضوع كامل. أخويا وأختي، ما تقدر تتحمل الألم ولا الظلم إذا ما تترك وتحط كل حياتك بين إيدين الرب، وتطيع كل وصاياه اللي انكتبت بكتاب المقدس، وتخضع إرادتك أنت ومشيئتك لإرادة الرب، وتخلي الله وتترك الله أنه يغير حالتك للحالة اللي هو يريدها، والنتيجة راح تكون معروفة. تلقى بدل الإساءة بركة ونعمة من ربنا، وتقوي علاقتك وياه، ويطهرك من كل خطية، ويكسر قوته، ويمنع الشر اللي بداخلك يكبر. إذا تريد تعيش حياة أحسن وتصير واحد من أتباع الرب، وتتعلم شلون تكون بحسب إرادة الرب، تعال وصلي وقول: يا رب، أنا دا أعيش ألم الظلم، دا أعيش الظلم الناس وأقرب الناس إلي، وبدأ الشر يدخل حياتي، وبديت أفكر برد الشر بطريقتي. يا رب احميني، وأريد أن أكون حسب قلبك، أريد أن أكون حسب قلبك الطاهر، أريد أن أكون قوي بمحبتك، وأصبر على كل ظلم بفضلك ونعمتك. انطيني الحكمة والتصرف الأحسن لما أحس بالظلم بحياتي. ساعدني حتى أغفر لكل من أساء لي، وبفضلك ما راح أقابل الشر بالشر. أريد أتغير مثل ما تريدني أنت. أدعوك تستلم حياتي حتى أكون خاضع لك وحدك يا رب. باسم المسيح أصلي، آمين. مشتاق لحضنك، لمسة ايديك، تيجي تغير، تشفي، تحرر، تديني قوة وانت تزيد. انا هجيلك علشان انت الضمان، فيك الكفاية، فرحي وسلامي، وفي محضرك تملى كياني، وخير ورحمة هيتبعاني في كل يوم من حياتي.